صباحك تفاؤل وروقان وضحكة جميلة من القلب واستمتاع وكل المشاعر الحلوة الجميلة تلمس قلبك. النهاردة بقى إن شاء الله بإذن الله متنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب، لأن النهاردة حلقة تنمية بشرية ما تتفوتش أبدا، هتخليك سعيد ومزقطط. وأنا شايفك ها. النهاردة هتكلم عن أنماط التفكير السعيدة. إيه؟ إيه اللي أنت بتقوله ده؟ أيوة زي ما بقولك كده، صدقني. في عندنا نمطين للتفكير أو طريقتين للتفكير، الناس دايما ما بتبعدش عنهم. أول فئة من الناس هي اللي بتفكر دايما بطريقة إيجابية، وفي فئة تانية دايما بتفكر من الناس بطريقة سلبية. إيجابية وسلبية لخبطتين، يعني مش فاهم حاجة. أقول لك بس روق كده واضحك، الحياة حلوة. بص يا صديقي، الناس دايما بتفكر بطريقتين. الطريقة الإيجابية يعني مثلا إيه؟ واحد مثلا يصحى من النوم الصبح رايح الشغل يقول: ايه القرف ده؟ كل يوم شغل وناس خانقة والمدير بتاعي مطلع عيني، ده حاجة قرف. وحد تاني يصحى من النوم الصبح يقول: الله، شكرا يا رب بجد على اليوم الجميل ده، شكرا بجد ان انا عندي شغل جميل، انا هروح هناك وهضحك وهتبسط وهستمتع واحس بالجمال بشغلي. نمط التفكير الاولاني في السيكولوجي او علم النفس اسمه نمط التفكير السلبي. في عندنا مثلث كده بيقول لك إن التفكير السلبي بيجيب مشاعر سلبية يعني حزن، وبيجيب سلوك سلبي واكتئاب. وفي عندنا برضو في المثلث التاني اللي بيفكر تفكير إيجابي يعني تفكير سعيد، بيبقى مشاعره فيها إيجابية وسعادة، وبيبقى سلوكياته فيها إيجابية وسعادة واستمتاع وروقان. يا رايق أنت يا رايق، بالقاف مش بالألف ها. ما تنساش اللايك والشير والسبسكرايب، شجعني كده عشان أعمل لك فيديوهات تانية أكتر. أوعى أنا شايفك. نكمل بقى يا صديقي. فالإنسان كل ما هو بيفكر بطريقة إيجابية جميلة بيبقى هو سعيد ومستمتع ورايق. هضرب لك مثال كمان. ممكن واحد يكون عايش في قصر، عنده فلوس كتيرة جدا جدا جدا، بيزنس مان بقى ورجل أعمال وكده، بس تعيس. ليه؟ ممكن يكون بيفكر: الشغل ده ضغطة، ده أنا كل يوم في قرف وكل يوم في مشاكل وكل يوم عندي تحديات، أنا مخنوق متضايق. شوف، دي فكرة سلبية اهي، ممكن تغير كل حياته وتخليه تعيس، فيبقى قاعد تعيس، مخنوق، متضايق، مش مستمتع، مود وحش. على العكس،